السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انت متخيلة دلوقتي ثواب ان يبقى ليكي ورد يومي من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم من عدة ايام؟ يعني زوجتي تسألني كل يوم ايه الذكر اللي ربنا يغير بيه حالي، ايه الذكر اللي ربنا يفرج بيه كربي؟ اقول لها الصلاة على رسول الله، الصلاة على رسول الله. فسبحان الله العظيم، فجينا في يوم كده يعني ربنا فتح اللهم لك الحمد ومن عليا. الكلام ده لسه من يومين كده، يعني ب2000 صلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، 3000 صلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله يا اخواني انا في مشكلة، بقى مشكلة كبيرة جدا، بقى لها شهر ونص انا بلف في حلها وبطرق جميع الابواب. انا لقيت حلها جاي لحد عندي ومش مشكلة واحدة ولا اتنين. صلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم لها اسرار ولها عجائب ولها عطاءات من الله ولها كرامات من الله سبحانه وتعالى. العلماء قالوا ان يبقى ليك ورد يومي من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثابت العدد، على شرط انك ما تلزمش غيرك بيه، وانك ما تعتقدش ان الرقم ده فيه سر، وتعد على سبحة او من غير سبحة مفيش مشكلة استحسنها العلماء. حتى السبحة على شرط انك ما تتمنظرش بيها، انما للعد بعض امهات المؤمنين كانوا بيعدوا على الحصى اصلا، فانك تستعين بحاجة للعد مفيش فيها مشكلة. المقصد يا اخواني انا هقول لكم في هذا المقطع باذن الله 5 احاديث مذهله بفضل الصلاه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والايام الجايه بقى نعيش مع المعنى ده باذن الله وحده، لان الصلاه على رسول الله فعلا ممكن تعمل تغيير درامي في حياتنا، فعلا ليها كرامات. العباده دي ربنا بيحبها قوي. شوفوا النبي عليه الصلاه والسلام يقول ايه؟ يقول من صلى علي صلاه واحده بس. يعني النبي بيشجعك. طب امال بقى لو 10، امال لو 100، امال لو 1000؟ من صلى علي صلاه واحده صلى الله عليه 10 صلوات وحط عنه 10 خطيئات ورفعت له 10 درجات. انت متخيل ربنا يصلي عليك والذي يصلي عليكم؟ لولا صلاة الله علينا لضيعنا. صلاة الله علينا رحمات، تنزل رحمات وعطاءات من الله. الحديث الثاني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى علي 10. الله، يعني النبي مرة يقول لك 1 ومرة يقول لك 10. النبي عليه الصلاة والسلام بيعلمك لازم يبقى ليك ورد من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. من صلى علي 10 حين يصبح و10 حين يمسي أدركته شفاعتي يوم القيامة. ده 10 مرات. طب أنا عايز أكتر، ينفع أكتر؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث حسنه الإمام ابن القيم: من صلى علي صلاة لم تزل الملائكة تصلي عليه. انت عارف يعني ايه؟ ان الله وملائكته يصلون على النبي. عدد الملائكة اللي بتصلي على رسول الله فوق الحصر، فوق العد، فوق التخيل. مليارات الملائكة لا تصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلي على النبي وانت عارف قدر النبي، وانت عارف مقام النبي، وانت عارف حب الله لهذه العبادة. ان شاء الله يعني هنزل لكم درس على الصفحة في خلال 2-3 باذن الله اسمه جنة الصلاة على رسول الله. هكلمكم فيه وربنا بيحب العبادة دي ليه. انا هنا بقول لك قدر العبادة دي عند ربنا قد ايه. العبادة دي ربنا بيدي عليها حسنات وبيرفع عليها في الجنة درجات وبيصلي عليك بيها مرات ومرات وبينزل عليك بيها العطاءات. العبادة دي ربنا بيحبها قوي. في درس جنة الصلاة على رسول الله ان شاء الله عليه الصلاة والسلام هكلمك بقى هو ربنا بيحبها ليه. العبادة دي هتغير في قلبك ونفسيتك وحياتك ايه. الحديث الثالث: من صلى علي صلاة، حسنه من القيم، لم تزل الملائكة تصلي عليه فليزد من هذا فليستكثر من هذا او ليقل. انت حر بقى، عايز تكتر كتر، عايز تقلل قلل، انما الملائكة طول ما انت بتصلي عليه قاعدة تصلي عليك. ايه الجمال ده؟ ايه الجمال؟ وصلاة الملائكة دعاء لله، وصلاة الملائكة تنزل رحمات وتنزل نفحات من الله. الحديث المذهل الرابع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان اولى الناس بي يوم القيامة اكثرهم علي الصلاة. اولى يعني يليني، يعني اقرب واحد، يعني عايز تبقى اقرب وقت، عايز تعدي على الصراط مع النبي عليه السلام، عايز تبقى على الميزان مع النبي عليه الصلاة والسلام، عايز تعدي من القنطرة مع النبي عليه الصلاة والسلام، عايز تنال صحبة النبي عليه الصلاة والسلام في يوم القيامة. الصحابة خدوا صحبة النبي 50 سنة في الدنيا. انت يعني قصدي يعني في عمر الدنيا، يعني عمر الرسالة كلها 23 سنة. انت بقى تاخد صحبة النبي 50,000 سنة، تبقى اقرب واحد ليه طول يوم القيامة. ان اولى الناس بي يوم القيامة اكثرهم علي الصلاة، واولى الناس بالشفاعة، واولى الناس بان ينافح عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ويشفع لها عليه الصلاة والسلام. الحديث الخامس، وده الحديث اللي العلماء خدوا منه قضية الورد.
هو مين اللي كان بيعمل ورد يوم للصلاه على النبي عليه السلام؟ ابي بن كعب، صحابي من اصحاب النبي عليه السلام، من اكبر الصحابه. لما قال للنبي يا رسول الله اني اكثر من الصلاه عليك، فهل اجعل لك ربع صلاتي؟ انا ليا ورد دعاء مثلا، ورد الدعاء ده ساعه، اخلي لك ربعه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان زدت فهو خير لك، عايز الخير يزيد في حياتك زود. قال اجعل لك نصف صلاتي؟ قال ان زدت فهو خير لك. قال اجعل لك ثلثي صلاتي؟ يعني شوفوا يا جماعه، ربع، نص، ثلثين، وفي الاخر كل صلاتي. يعني ابي بن كعب كان عارف بالظبط بيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم قد ايه بالظبط. ده ورد محدد بالظبط. المسمى النبوي اقرب للسنه اسمه حزب، اني طرأ علي حزبي من القرآن، حزب. فده المسمى الاقرب للسنه. وكلمه ورد بيستخدمها علماء الامه، يعني ايه، وجرت على السنه علماء الامه. ومعنى كلمه حزب ومعنى كلمه ورد نفس المعنى بالظبط، وهو ورود الماء للسقيا وللري. هذا الحزب سيدنا ابي بن كعب كان عنده حزب كل ليله من الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم. فقال اجعل لك كل صلاتي، كل ورد الدعاء بتاعي يبقى صلاه عليك يا رسول الله عليه الصلاه والسلام. قال اذا تكفى همك ويغفر ذنبك. وفي روايه اذا يكفيك الله ما اهمك من امر الدنيا والاخره. بس خلصانه. يبقى انت عايزه ذكر ربنا سبحانه وتعالى يغير بيه ظروف حياتك، عايز ذكر ربنا يغير بيه ظروف حياتك، الصلاه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا جماعه عايزين يبقى عندنا ورد من الصلاه على رسول الله عليه الصلاه والسلام. انا لما قلت 1000 في عنوان المقطع، يعني انا بقول لك يا عم زود، يا عم خليهم 1500، خليهم 2000. هو ايه ده؟ انت بتعمل مشوار ومعاك سبحه رقميه، او انت بتعد على ايديك، انت بتجيب 1000 في المشوار اصلا. اللهم صل على محمد عليه الصلاه والسلام. طول ما انت بتصلي لم تزل الملائكه تصلي عليك، طول ما انت بتصلي الله يصلي عليك 10 مرات. انت عايز ايه؟ يحط عنك الخطايا، ترفع لك الدرجات. طول ما انت بتصلي انت بتقترب من النبي، اولى الناس بيه، اولى، بتقرب من النبي عليه الصلاه والسلام. ولسه هكلمكم عن فضل الصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام في حاجات تانية عجيبه وبديعه. الامام الشافعي رحمه الله رؤيا بعد موته من احد كبار تلامذته، فقال فيما اذكر عبد الله بن الحكم، فقال ما فعل الله بك يا امام؟ فقال غفر لي وزففت الى الجنه كما تزف العروس ونثر علي كما ينثر على العروس. يعني دخلت الجنه زي العريس يوم الفرح كده، وايه، قاعد بقى يتحدف عليه الورد وقاعد يزف الى الجنه. فقيل بما؟ قال بصلاتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم في اول الرساله. الامام الشافعي له كتاب الرساله، فعبد الله بن الحكم صحي جري على كتاب الرساله، لقى صلاه في اول كتاب الرساله، اللهم صل على محمد ما ذكرك الذاكرون، وصل على محمد ما غفل عنك الغافلون. يا رب صل على النبي. الامام الشافعي رؤيت له رؤى كثيره كلها على هذا المدار من السلف، على ان الله نجاه بسبب صلاتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والامام الشافعي كان يعني كان عظيم الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم، لدرجه انه كان بيعمل صيغ للصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام. كان عظيم الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم. فعليه يعني صلى الله على النبي محمد عليه افضل الصلاه من رب العالمين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على الحبيب محمد. اللهم صل وسلم على الحبيب محمد. اصلي عليه بأني صيغه؟ يا عم قول عليه الصلاه والسلام، قول اللهم صل وسلم على محمد، قول اللهم صل وسلم وزد وبارك على محمد. عايز اكمل صيغه؟ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم انك حميد مجيد. الصيغ كتير، المهم انك تصلي عليه وانت مستشعر مواقفه وعظمته ومقامه عند الله. صلى الله على الحبيب، صلى الله على حبيب قلوبنا وطبيب قلوبنا. اللهم صل على الحبيب محمد عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. اللهم صل وسلم وزد وبارك على الحبيب محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على الحبيب محمد عدد قطر الأمطار وعدد ورق الأشجار وعدد مكاييل البحار وعدد ما أظلم عليه الليل وأضاء عليه النهار عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على الحبيب محمد صلاة تفرج بها كربنا. اللهم صل على الحبيب محمد صلاة تشرح بها صدورنا. اللهم صل على الحبيب محمد صلاة توسع بها أرزاقنا. اللهم صل على الحبيب محمد صلاة تعافينا بها في أبداننا. اللهم صل على الحبيب محمد صلاة تغفر بها ذنوبنا وتنور بها بصائرنا وتقوي بها في رضاك عزمنا. اللهم صل على الحبيب محمد صلاة تكشف بها همنا وغمنا. اللهم صل على الحبيب محمد صلاة
ترضى بها عنا وتسكننا بها في جواره في الفردوس الأعلى. اللهم صل وسلم وزد وبارك على الحبيب محمد عليه أفضل الصلوات من رب العالمين إلى يوم الدين. يلا يا جماعة قوم الليل، الوقت اهو 1000 صلاة على النبي، 2000 صلاة على النبي، عدد أنت مش معتقد في الخصوصية، إنما خلي ليك ورد، خلي ليك ورد. ويلا كده عشان عطاءات الله تتنزل ونفحات الله الكريم تتنزل. فما أكرم الله وما أعظم عطاءات الله لمن يدمنون ويكثرون ويواظبون الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.